بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا سيادة الرئيس مش سعادة الرئيس. يعني الان شوف نتكلم انا في حال لا وجود نواب ولا وجود وزراء ولا دولة ولا غيره. يا زميلي النواب نصاب قانوني وهي الوزراء ممثلة موجودة، اذا حابب تحكي احكي، مش حابب انا بحكي عنك. احنا كان وزير البلديات الان يعني قبل فترة كان موجود، وهي المذكرة قدمت لك يا خميس احنا من الاسبوع الماضي في جلسة الرقابة في موضوع تشكيل اللجان البلدية التي تهم كل المملكة. الان اخونا مش موجود. لو كنت انا بدي اوجه سؤال او اوجه استفسار من هذه الحكومة على موضوع تشكيل اللجان البلدية الاسس المعتمدة وخاصة في محافظة طفيل، هنالك اشكاليات كثيرة عندما تقوم وزارة البلديات بتحديد رئيس اللجنة. هاي اخونا وزير البلديات، رئيس اللجنة الاولى في محافظة الطفيلة هو رئيس قسم من وزارة الشباب. الان على اي اساس انت بتستثني كل ابناء الطفيلة من مدراء مديريات اراضي ومدراء اشغال الذين يعلمون واقع؟ اعطوه يكمل الزميل، اعطوه يكمل يا زلمه. اعطينا يا زلمه عندك احكي. انت قاعد لك ما بدك تلحق عاطف الطراونه. اذا كان وزير البلديات مستمع لهذا الامر مع احترامي، احنا بنحترمه وبنقدره. الطفيل هنالك اشكاليا في تحديد لجان البلديات. الان اللجنة الرئيسية الاولى فيها شخص هو رئيس قسم يتقدم على مدراء دوائر رسمية اشغال ومع احترامي واراضي يعلمون واقع الطفيلة ومخططاتها ومنهجها وترتيبها وديموغرافيتها ويعلمون كل شيء. الان هذا لا يمكن ان يحقق برنامج لجان بلدية فيما اذا وضع كرئيس. احنا مش ضده كشخص ولكن ضد المستوى الوظيفي وضد هذا الترتيب. المسألة الثانية لأخواننا في المجلس كاملين، ما زلنا نحن غائبين عن لجنة الأسعار وعن جلسة الأسعار. توهنا فيها هذه الجلسة وذهبت أدراج الرياح بسبب تصرفات هذا المجلس أولا وتصرفاتنا الفردية في مجمل هذا المجلس وتصرفات الحكومة في الضغط على هذا المجلس أو ترحيل هذا البرنامج. وما زالوا الناس ينتظرون. هنالك لجنة حلوها اللجنة تدرس اللجنة تعطينا خبر اللجنة. ما زالت إخواني الأعزاء جلسة اللي جاءوا لجنة الأسعار وجلسة الأسعار لم يتم مناقشتها. شكرا زميل. اي حسب النظام الداخلي اي والله ما انت باللجنه يا موسى الوحش، وما انت باللجنه يا موسى الوحش. اي موضوع موجود على اللجنه يجب ان نستنى تقرير اللجنه. اللجنه اعطيناها 10 ايام واحد اعطاها موسى الوحش بقول لن تتم. خلصت زميل؟ خلصت؟ طيب ممكن اعطوه يختم. ممكن تختم؟ انا اختم ما دام انه زي ما بقولوا دائما في الطفيل بيقولوا التالي للغالي، بس الان التالي للي خالي طرفه وخالي دهنه مع احترامي. ما زال الطريق الصحراوي لم يحدد له مسار من ناحية الإصلاح. الطريق الصحراوي خط الترانزيت الواصل من الشمال إلى الجنوب هذا مسؤولية الدولة. قتل يومي ومطبات. أخي العزيز إذا كان أخونا ينقل هاي الرسالة لوزير الأشغال أو رئيس الدولة للأمانة ما يحصل على الخط الصحراوي دبكة معانية كل يوم. الله يعطيك العافية. مع الوزير تفضل حابب ترد. مع الوزير تفضل. سيدي بس انا حابب يعني اوصل معلومه لاخونا سعاده النائب. الطريق الصحراوي مخطط له تمويل من الاخوان المملكه العربيه السعوديه. جزء من التمويل تم توقيعه والجزء الاخر بقيمه 105 مليون دولار لم يتم توقيعه لهلا. توقيعه المفروض يكون خلال قبل مؤتمر القمه بيوم خلال وجود خادم الحرمين بالاردن. وزاره الاشغال ودوله رئيس الوزراء احنا بصوره هذا الموضوع. لهيك احنا العام الماضي 2016 بشهر 8 تم عمل اصلاحات للطريق قيمتها 4 مليون دينار. عملنا الاصلاحات لمعرفتنا ان العمل الرئيسي بالطريق لن يباشر قبل شهر حزيران من هذا العام. وضعنا الحالي وزاره الاشغال احلنا عطاءات الاشراف، وقعنا مع 3 مستشارين سعوديين. عطاءات المقاولات التنفيذ 3 عطاءات جاهزه بعد توقيع التمويل ان شاء الله نستمر العمل فيها. فنأمل اول شيء توقيع التمويل ان شاء الله
27 الشهر الحالي، وبعد ذلك عطاءات التنفيذ والمباشرة بشهر ايار ان شاء الله.